السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في صحة وفي سعادة دايما. وانا بشكركم كتير جدا 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 على اللايكات اللي انتوا حطيتها لي وعلى تدعيمكم ليا وعلى اشتراكاتكم في قناتي. بشكركم كتير جدا جدا جدا. والنهارده يا جماعه لو الفيديو عجبكم اعملوا اشتراك واعملوا لايك واكتبوا لي كومنتاتكم الجميله، وتحت في الكومنتات قولوا لي عايزين ايه وانا اقدر اقدمه لكم. النهارده يا جماعه جايه اقدم لكم اسرار رهيبه جدا 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 محدش يعرفها عن الواتساب. حاجات عندنا في الواتساب وفي اي تليفون، بس ما للاسف محدش بيستخدمها. بس انت لو عرفت الاسرار دي صدقني مش هتمنع استخدامها خالص خالص خالص. انا عن نفسي ما بعرفش اعيش من غير الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. حاجات جميله وحاجات كلنا هنستخدمها. اول سر معانا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي تعرف لو انت الواتساب بتاعك مخترق؟ يعني لو حد بيتجسس على الواتساب بتاعك او انت بتمنع او الواتساب بتاعك مخترق. ده اول حاجة هنبدأ بيه، وبعد كده هقول لكم الاسرار عن الواتساب. عشان في ناس كتير جدا سألتني قالت لي انا عايزة اعرف ازاي لو الواتساب بتاعي مخترق. تمام. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، بندخل هنا في الواتساب. لو حد بيتجسس عن الواتساب بتاعك او مخترق الواتساب، بتعرفي عن طريق كده. دخلتي هنا في الواتساب، تمام، تضغطي هنا على الثلاث نقط اللي فوق. في فوق مجموعه جديده، في رساله جماعيه جديده واتساب، الرسائل المميزه بنجمه، الاعدادات. هنا عايزين كلمه واتساب. تمام، بنضغط عليها. لو جالك انت بالشكل ده تليفون كده وكلمة تم تحت، يبقى انت تمام، مفيش اي حاجة، الواتساب مش مخترق ولا اي حاجة ولا حد بيتجسس عليه. دي اول حاجة. لكن لو جالك مثلا تسجيل دخول مثلا لجوجل كروم او اي حاجة تانية، تسجيل دخول مثلا لموبايل نوعه كذا، كده تعرف ان الواتساب بتاعك مخترق وحد تاني بيتجسس على الواتساب بتاعك. هيظهر لك كلمة تحت لو الواتساب بتاعك مخترق، هيظهر لك كلمة تحت اسمها تسجيل خروج. من تسجيل خروج، اضغط عليها. يبقى انت كده خلاص منعت الاختراق بتاع الواتساب. اي حد مخترق الواتساب لو ضغطت على تسجيل خروج كده خلاص منعت الاختراق. دي اول حاجة يا جماعة. احب بس الناس اللي طلبت مني لو عايزين نعرف الواتساب بتاعنا مخترق ولا لا. تمام. ندخل بقى يا جماعة هنا معانا في اول سر ناس كتير مش بتستخدمه. اول حاجة بندخل هنا في الواتساب. الرسائل زي ما انتم شايفين اهوت. اول حد عندي سناء يوتيوب نونا. تمام، اول حد عندي. طب مثلا انا عايزه اثبت اروى ان هي تظهر لي اول حد عندي على طول. يعني اروى مثلا هي بتكون عندي على طول في الرسائل. اول ما افتح الواتساب الاقيها هي قدامي. هنا بضغط مثلا على اروى ضغطه طويله. تمام، بيظهر لي فوق علامه زي علامه الدبوس اهي قدامكم اللي انتم شايفينها دي، بنضغط عليها. تمام، طلعت لي اروى هنا اول واحده. مهما اقلب ومهما افتح اي حد باعت لي مسجات، هي اروى قدامي. سواء اروى بعتت لي او ما بعتتليش، هي بتبان قدامي اول واحده. طيب انا عايزه اثبت اكتر من واحد قدامي، يبقى هو اول واحد قدامي في المحادثات. نيجي مثلا هنا عند مين مثلا، هاجر مثلا، نضغط عليها ضغطه طويله اهو، ونضغط على علامه الدبوس. تمام، هنا اهي هاجر واروى. عادي ممكن تعمل اكتر من واحد. طب انت مثلا عايز تمنع ان هما اللي انت ثبتهم دول، تمنعهم، مش عايزهم هما الاتنين دول متثبتين اول الناس، بنضغط عليهم ضغطه طويله هنا تاني، ونضغط على علامه الدبوس دي. خلاص اتمنعت اهو. خلاص انت كده منعتهم، خلاص مش متثبتين عندك. دي ميزه جميله جدا جدا جدا. انا على طول بستخدمها للناس اللي هم قريبين من قلبي، اللي انا بكون عايزه اشوفهم دايما، اشوف محادثاتهم دايما. بدل ما تقعد في البحث تقعد مثلا تبحث عن اسم معين او تكتب مثلا اسم معين، لا انت على طول بتثبت المحادثات بتاعتهم الاول. تمام، دي اول ميزه. طيب في ميزه جميله جدا يا جماعه برضو، في ناس ما بتستخدمهاش خالص. في مثلا انت في ناس متطفله طبعا زي ما احنا عارفين، ممكن تمسك الموبايل بتاعك تقعد تقلب في المسجات بتاعتك، بتشوف كل المسجات ايه اللي فيها وده بيقول لك ايه ودي بتقول لك ايه. فانا بصراحه بسميهم دي ناس متطفله. طيب احنا عايزين نمنع الناس المتطفله دي ان هي تدخل علينا في المسجات. تدخل مثلا على الواتساب هنا تشوف اي حد كاتب لنا، نعمل ايه؟ هنا مثلا بندخل هنا على الواتساب زي ما احنا.
بنضغط مثلا على اي اسم ضغطه طويله. هنا مثلا جينا عند سوزي مثلا، نضغط عليه ضغطه طويله. هنا فوق في علامه اللي هي جنب الثلاث نقط، علامه الارشيف اهي، بنضغط عليها. تمام. خلاص انت هنا سوزي مش باينه خالص. بص هنقلب اهو، سوزي مش باينه خالص، سوزي معانا مش باينه خالص اهو. تمام، سوزي مش باينه خالص معانا. طيب انا عايزه اجيب سوزي، اجيبها منين؟ هنا ندخل في حاجه اسمها مؤرشفه هنا تحت اخر المحادثه خالص اهي، بنضغط عليها وبنشوف الناس اللي احنا حاطينهم جوه في المحادثات، الناس اللي هي ما مش عايزه حد لو مسك الموبايل بتاعي ان هو يشوفهم جوه اهو، جوه في الحاجات المؤرشفه. طب انا عايزه اكتر من حد. تمام، ادخل في مين تاني مثلا؟ ادخل مثلا في هاجر مثلا اهو. تمام، اضغط عليها ضغطه طويله واعملها في المؤرشفه اهو. هاجر برضو جات لي جوه اهو في الرسائل المؤرشفه، بحيث ان انا مش عايزه اي حد يشوفها. تمام، بس وبقرا الرسائل بتاعتها عادي جدا، مفيش اي حاجه. دي تاني ميزه معانا يا جماعه، ميزه جميله جدا. برضو في ناس كتير جدا هتحتاج لها. طيب في برضو حاجه معايا انا برضو احب اوضحها لكم، تغيير شكل الكتابه. يعني في ناس ما بتحبش تبعت الكتابه بتاعتها تكون تقليديه كده لاي حد، بتحب مثلا الكتابه بتاعتها تكون ضخمه شويه، بتحب تكون مايله شويه، بتغير في الكتابه ذات نفسها اللي هي بتبعتها الواتساب، اشكال الكتابه ذات نفسها. هنا مثلا هندخل هنا على الواتساب، هنا مثلا هنبعت لمين؟ مثلا هنا مثلا هنبحث، نبعت مثلا اروى مثلا. تمام، اروى اهي، هنبعت لها مثلا كلمه هاي. تمام، كتبنا هاي اهو، الكلمه رايحه عادي جدا، مفيش اي تغيير فيها، مفيش اي تغيير فيها، مبعوثه زي ما هي. تمام. طيب انا مثلا عايزه الكتابه تكون شكلها متغير شويه. تمام، هنا هنضغط على الكيبورد هنا، وهنضغط على علامه الشباك، وهنكتب مثلا هاي تاني. تمام، هنا اهو، وهنبعت. شكل الكتابة اتغير شوية، الخط ذات نفسه لو جينا شفنا الخط هنا صغير، الخط هنا كبير. يعني هنا مثلا ممكن نكتب اي حاجة، شباك، نكتب مثلا كيف الاحوال مثلا، كتابة كبيرة شوية عشان تبان معانا اهو، بتبان ان هي كده. تمام، بتبان الشكل بيبقى ضخم شوية. طيب ممكن مثلا عايزة اغير الشكل التالت مثلا، في اشكال كتير تقدر ان انت تغيرها. هنا مثلا بنيجي عند هنا، بنقلبها كده، وبنيجي مثلا عند الشرطة المايلة دي كده شوية اهي، وبنكتب مثلا ازيك يا اروى. تمام، نضغط هنا برضو اهو. الكتابة ذات نفسها لو انتوا شايفين هتلاقوا الكتابة متغيرة. تمام، ده تغيير في الاشكال، وفي اشكال كتيرة جدا تقدر ان انت تغيرها. تمام، دي تاني ميزة معانا. الحمد لله اروى ما ردتش عليا. دي تاني ميزة معانا يا جماعة. طيب تالت ميزة معانا يا جماعة، لو انت مثلا لو انت مثلا عايز الواتساب، في ناس كتير جدا بتشتكي اي حاجة بتجيلها على الواتساب، فيديوهات، صور بتتحمل على طول على الاستوديو بتاعنا في الصور. طيب مثلا انا عايزه امنع الموضوع ده، اعمل ايه؟ اي حاجه تجيلي اخليها على الواتساب بس، ما تنزليش على طول على الاستوديو، لان انت لو عملت كده اي حاجه تجيلك تنزل لك على طول على الاستوديو، بياخد مساحه كبيره جدا جدا. ممكن الواتساب لوحده ياخد 1 جيجا او 2 جيجا من الصور والفيديوهات اللي بتجيلك وبتنزل على طول على الاستوديو. طيب انا عايزه امنع الموضوع ده، اعمل ايه؟ هنا بدخل في الواتساب. تمام، بضغط هنا على الثلاث نقط اللي فوق، بضغط على كلمه الاعدادات. تمام، في كلمه اسمها الدردشات. تمام، هنا عرض الوسائط، عرض الوسائط التي تم تنزيلها حديثا في المعرض في هاتفك. تمام، بنعمل عليها كده، بنلغيها. انا لغياها دلوقتي. تمام، ما نفعلهاش. لو انت لغيتها كده خلاص، هي كده ما مش هيوصل لك اي حاجه، هتجيلك على طول، هينزل لك اي حاجه على طول عندك على الواتساب، مش هتنزل لك على طول على الاستوديو. لكن لو انت مثلا فعلتها،
هينزل لك كل حاجه على الاستوديو عندك. تمام، اهي الدردشات لو انت مثلا فعلتها كده اي حاجه هتجيلك هتنزل لك على الاستوديو عندك على طول، فهتزحم الاستوديو عندك، وانا بصراحه ما بفضلش الموضوع ده. تمام. وفي يا جماعه حاجه كمان، بس انا جيت اجربها وانا بصور دلوقتي، عشان انا بصور عن طريق برنامج مسجل الشاشه، فهي بصراحه مش شغاله. بس هي حاجه جميله جدا للناس اللي هي ما مش حابه انها تكتب. يعني مثلا انا مثلا جايه ابعت هنا لمين، مثلا جايه ابعت لفلسطينيه مثلا، مثلا هقول لها كيف الاحوال مثلا، بدل انا ما اكتب لها واقول لها كده اهو مثلا، انا ما اعرفش الناس دي هتبعت تقول لي ايه، بس فلسطينيه حبيبتي يعني، هيستغربوني بس شويه. المهم انا بعت مثلا اهو كيف الاحوال، لا انا مثلا مش عايزه ابعت كده، بس الميزه هنا مش بتتفاعل معايا عشان انا شغاله بمسجل الشاشه. انت لو جربت الموضوع ده هتنزل لك على طول. بس قبل ما تجرب الموضوع ده، سوري يا جماعه نسيت اقول لكم، في برنامج لازم انت تحمله اسمه جيبورد. برنامج اسمه جيبورد اهو، البرنامج قدامكم اهو، لازم تحمله من متجر بلاي، برنامج جميل جدا. ده لو انت مش عايز تكتب كتابه لحد اهو، مثلا بندخل هنا، هنا مثلا في علامه ميكروفون اهي، مش العلامه الزرقاء اللي هي قدامكم دي اللي احنا بنسجل منها، لا انا عايزه العلامه اللي هي اهي ظاهره قدامنا اهي في الكيبورد ذات نفسه، علامه الميكروفون اهو. هضغط عليها ضغطه كده، هنا بيقول لك مثلا، بس هي ما بتسجلش عشان انا بسجل من برنامج الشاشه، لكن انت لو حملت البرنامج ده ونزلتها هتلاقيها على طول بتسجل. هنا مثلا اهو بيقول لك جاري التهيئه، بس هي بتيجي وبتمنع على طول عشان انا مستخدمه البرنامج جاري التهيئه. المهم اول ما بتتك عليها بتعلم علامه زرقاء، تك عليها ضغطه طويله بتعلم على علامه زرقاء، وبتبدا الكلام اللي انت بتقوله، مثلا ازيك عامله ايه، اي كلام انت بتنطقه بيتبعت على طول زي انت ما بتقول. تمام، دي للناس يا جماعه اللي هي مكسله تكتب، او الناس اللي ما بتعرفش تكتب. تمام. وان شاء الله يا جماعه يا رب الشرح يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، وانتظروني طبعا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا عايزين اي حاجه جديده، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير. مع الف سلامه وفي رعايه الله.